ايه الفرق بين ال 14 برو ماكس وال 15 برو ماكس؟ هل الفرق كبير ويستاهل ولا مفيش فرق اصلا ووفر فلوسك؟ خليني اقول لك ويلا بينا. اولا سيبك من التصميم، عشان انا متاكد ان لو التصميم بس هو اللي اتغير، حتى لو مفيش حاجه جديده في الموبايل، انت اوتوماتيك هتحس ان هو بقى اجمد بكتير، ودي حاجه صايعه يعني من حاجات ابل، عشان لما تغير تصميمها يبقى في فرق كبير الناس تلاحظه. بس هنا في الايفون 15 برو ماكس ابل فضلت محتفظه بالهويه بتاعتها، لان لو هتعمل تصميم تاني هتقعد عليه سنين كتير قوي، وطالما التصميم ده بيبيع معاها كويس فليه تغيره؟ انا عايز اقول لك ان سامسونج عامل ازاي اصلا في سامسونج اس 23 الترا، عملت نفس تصميم اس 22، لانها هنا مشت بمثل هو معناه يعني الحاجه الناجحه ما تحاولش تغير، يعني طول ما الشكل ده بيبيع كويس ما تغيروش. هو المثل مش صحيح 100% بس مقنع. خلينا نبدا بقى في المهم. كل ما يخص ال 14 برو ماكس هيكون على اليمين، وكل ما يخص ال 15 برو ماكس هيكون على الشمال. اول فرق بين الموبايلين ان ال 15 برو ماكس صغر ملي طول وعرض عن ال 14 برو ماكس، مع انه جاي بنفس مقاس الشاشه، فمعنى ذلك ايه؟ ان الحواف والبيزل هي اللي قلت. هو بالنسبه لي جامد، بيزل اصغر بكتير يعني احسن، بس لو الفرق ده بالنسبه لك ليه لازمه او ملوش لازمه فهو ده التغيير الوحيد في الشاشه، بعيدا عن ان وزن الموبايل بقى اخف وده بفضل التيتانيوم، والموبايل هنا قل 20 جرام عن ال 14 برو ماكس، بس ده بالنسبه لي فرق يستاهل بجد. مع الماسكه اللي عدلوها في ال 15 برو ماكس وخلوها دائريه من الجناب، لان كان في ناس كتيره جدا بتشتكي من الحواف الحاده ان هي مع وزن الجهاز التقيل وحواف حاده الموضوع مع فترات طويله ما بيبقاش الطف حاجه. بس غير كده الموبايل زاد في السمك، بدل 7 و9 في الايفون 14 برو ماكس بقى 8 و3 في ال 15 برو ماكس. الموبايل زاد هنا حاجات بسيطه، بس ان الموبايل اخف بدا يشفع له. غير كده ال 14 برو ماكس وال 15 برو ماكس بيجوا بنفس الشبكات، بيجوا بنفس مقاومه الغبار والميه بمعماريه اي بي 68 اللي بتسمح لك انك تقدر تنزل تحت الميه ل 6 متر لمده 30 دقيقه، وكمان الاثنين بنفس الشاشه حرفيا. ركز معايا كده، ال 14 برو ماكس وال 15 برو ماكس بيجوا كالاتي: الاثنين بشاشه 6 و7 انش من نوع ال تي بي او سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد بتردد 120 هرتز بدقه 1290 في 2796 بكثافه بكسلات 460 بكسل لكل انش، واللي بيوصل سطوعهم الاثنين ل 2000 نتس، اللي هم اصلا عملوا الساعه الجديده الالترا 2 بتوصل ل 3000 نتس، وده رقم خيالي على ساعه اصلا مش موجود في موبايل خالص. فالحاجه اللي تزود شويه ان هم علوها في الساعه وما علوهاش في الموبايل، فما فيش حاجه جديده فعلا في الشاشه، واللي فيه تطور بجد وهو المعالج. عندنا ال 14 برو ماكس بيجي بمعالج اي 16 بايونيك بمعماريه 4 نانومتر، وال 15 برو ماكس بيجي بالمعالج الاي 17 برو بمعماريه 3 نانومتر. والفرق في المعالجين ابل فضلت تتكلم عليه كتير جدا في المؤتمر، وقد ايه هي رايحه بالمعالج ده في حته ثانيه خالص، وخاصه في الجي بي يو، في معالج رسوميات المسؤول عن تشغيل الالعاب وكل حاجه فيها جرافيك. وابل قالت بكل فخر ان ده افضل معالج موجود في موبايل، وافضل موبايل هيديك تجربه العاب في العالم. بس على الكلام ده كله الاي 17 برو احسن من اي 16 بايونيك ب 10% في السي بي يو و20% في الجي بي يو. كنت متخيل بعد الكلام ده كله هيقولوا ان احسن منه ب 50% ولا حاجه، بس في النهايه هو اجمل منه بكتير. فتقريبا المعالج ده اول فرق بالنسبه لنا. وعندنا كمان طوروا في الرامات، بدل 6 جيجا رام في ال 14 برو ماكس هخلوها 8 جيجا رام في ال 15 برو ماكس، وكمان ال 15 برو ماكس بقى بيبدا من ذاكره 256 بدل 128 اللي في ال 14 برو ماكس. نيجي بقى للنقطه الاهم، ابل غيرت اخيرا من لايتنينج ليو اس بي سي، واليو اس بي سي اللي بالتاكيد احسن في كل حاجه وبيوصل لسرعات اعلى بكتير في نقل البيانات وفي الشحن كمان. وابل صرحت وقالت ان اليو اس بي سي اسرع 20 مره من المنفذ القديم بتاعها. بص هي نقطه جامده جدا، بس اصلا اليو اس بي سي ده اصلا كان هينزل في ال 14 برو ماكس السنه اللي فاتت، بس ابل اجلته، ولولا كمان قانون الاتحاد الاوروبي اللي بيجبرها ان هي تغير اليو اس بي سي ما كانتش غيرته اصلا، وكانت ابل فضلت بنفس منافذها عادي، وكانت هتفخم فيها وتقول لك دي احسن منافذ واحسن كل حاجه، والناس زي الفل تمام معاها. بالمناسبه في تطوير حصل مهم شويه، مهم في المؤتمر، خد وقت في المؤتمر يعني، لكن هو عادي ملوش لازمه او ليه لازمه، بس تطوير عادي، تطوير فرعي. شالوا زرار السايلنت اللي في ال 14 برو ماكس وخليه زرار جديد في ال 15 برو ماكس وسموه زرار اكشن، بتقدر تبرمجه على اي حاجه انت عايزها. مش هقول لك حركه جامده بس حركه لطيفه يعني روشه. فبالنسبه لي وبكل وضوح لحد النقطه دي انا مش ابجريد لل 15 برو ماكس خالص، الموضوع ما فيهوش تفكير اصلا. بس لو جينا لنقطه تغيير في الكاميرات فممكن نفكر شويه. عندنا موبايلين بيجوا بكاميرا 48 ميجا بكسل، 14 برو ماكس وال 15 برو ماكس، بس الفرق ان في ال 14 برو ماكس الصور لما بتدمج مع بعضها بتطلع لك صوره في النهايه بدقه 12 ميجا بكسل، لكن في ال 15 برو ماكس ال 48 لما بياخدوا كذا بعد للصوره بيدمجوا مع بعضهم بيطلع 24 ميجا بكسل، فده يخلي فيه تفاصيل احسن شويه في ال 15 برو ماكس، طبعا مع تطورات كتيره جدا في الاضاءات والشادو والسكين تولز بتاعت البشره. ده غير ان كاميرا البورتريه بقت احسن من ال 14 برو ماكس الضعف، فتصوير البورتريه بقى احسن. بس النقطه بقى اللي عجبتني قوي واللي قبل بدايه المؤتمر او بدايه كلامها عن الكاميرات قالت انت بكل بساطه بقى معاك 7 عدسات في جيبك. هي دي النقطه اللي تخليني افكر شويه ان ال 15 احسن. انت عندك في الكاميرا الاساسيه العاديه خالص بتقدر تبدل بين 3 ابعاد للصوره، ال 24 مللي وال 28 مللي وال 35 مللي، والجامد جدا بقى انك عندك زوم لحد 5 اكس زوم. ده هيفيدنا في ايه؟ مش انك تجيب صور على مسافات ابعد ولا حاجه، هي دي حاجه كويسه، بس اللي عجبني ان انت بقى معاك بعد تصوير العدسه ال 120 مللي، وده تقدر تجيبه بالعدسه ال 5 اكس، فهتودي الصور في حته ثانيه خالص. الكلام ده مش موجود في ال 14 برو ماكس. هي الفكره ان هي بالنسبه لابل حاجات جديده وحاجات جامده
لكن سامسونج بتعمل الكلام ده من زمان. ومن الحاجات برضو اللي حدثوها عن ال 14 برو ماكس ان تصوير الفيديو هنا بقى بيوصل ل 60 فريم في الثانيه بدل 30 فريم، والتصوير السينمائي اتحسن كتير عن ال 14 برو ماكس. والحاجه الجديده بقى واللي مش موجوده في 14 برو ماكس انك تقدر تصور بكاميرتين مع بعض صور 3D او فيديوهات 3D عشان تقدر تتفرج عليها على الابل فيجن برو. مبدئيا حاجه زي كده بتستخدم ايه؟ الكاميرا الاساسيه والكاميرا الالترا وايد. فليه مش السوفت وير يجي لل 14 برو ماكس يخليه يصور نفس الحاجه؟ بص انا مش عارف، بس دي السياسه في التسويق ان هو لو نزلوا سوفت وير للموبايلات اللي قبل كده مش هيلاقوا حاجه في الموبايلات الجديده. بالنسبه بقى للبطاريه، ابل بتقول ان هي تقريبا زي ال 14 برو ماكس، وبيقول لك انك تقدر تستخدم الموبايل 29 ساعه تشغيل فيديوهات، وده رقم جامد جدا. ولما جم قارنوه ما قارنوش بال 14 او ال 13، مش عارف ليه قارنوه بال 12 برو ماكس وقالوا ان افضل منه ب9 ساعات زياده تشغيل فيديو. بس اصلا بطاريه ال 14 برو ماكس ما كانتش وحشه، هي ممكن بطاريه ال 14 برو اللي اشتكى منها ناس كتير جدا، بس ال 14 برو ماكس كانت حلوه جدا ومحدش اشتكى منها. فبالنسبه للبطاريه تقريبا واحد. وبالنسبه للشحن وسرعات الشحن وفرق اليو اس بي سي، المفاجاه ان هم ما زودوش سرعه الشحن اصلا. فالمهم رايه بكل صراحه، انت لو معاك 12 برو ماكس وش هتغير ل 15 برو ماكس. لو معاك 13 برو ماكس وده موبايل من افضل موبايلات انتجتها ابل، اقل مشاكل، اكتر حاجه متكامله في موبايلات ابل تقريبا، ممكن تفكر شويه حلوين تغير او لا. اللي هو الفروقات الاساسيه دي هتفرق معاك في حاجه ولا لا؟ ولو معاك 14 برو ماكس ما انصحكش خالص تغير ل 15 برو ماكس. عايز اقول لك على حاجه، انت لو معاك 12 برو ماكس عموما ومفيش 15 اصلا، حاول تغيره جيب ال 13 برو ماكس، لان ال 13 برو ماكس احسن بكتير، من اجمد الموبايلات اللي ابل انتجتها اصلا. طبعا هو وخليفته ال 11 برو ماكس. فدي كانت كل حاجه. الفرق باختصار ان مفيش فرق تقريبا. لكن في العموم ابل اصلا كل سنه بتزودش فروقات جامده قوي، بمعنى ان تطور ال 12 برو ماكس عن ال 13 برو ماكس كان تقريبا احسن ب 25%، وال 14 برو ماكس احسن من 13 برو ماكس تقريبا ب 15%. ال 14 برو ماكس بقى عن ال 15 برو ماكس تقريبا ما عداش 10%. وبس كده. لو عندك اي تفصيل اسيبها لي تحت في الكومنتات. ما تنساش تتابعنا على صفحه فيسبوك وانستجرام. انا احمد زيرو، اشوفك فيديو جديد.